العيان حساسيه الصدر او حساسيه الجيوب الانفيه. اول ما يخش عليه الموسم بيقعد يجهز بخاخاته، الكورتيزون بتاعه والادويه بتاعته، مضادات الحساسيه طول الشتاء ومفيش تحسن. اعراض الحساسيه الخنقه، الزقزقه، الصفير اللي الطفل او الكبير بيعاني منه. الاكسجين النشط ده بيقلل الالتهابات على مستوى الجسم، بما اني انا بحسن جهاز المناعه فانا بقلل الالتهابات. كنت بعاني من حساسيه في الصدر، خدت 12 جلسه، فالحمد لله في تحسن اكتر من الاول. كان عندي حساسيه على الصدر، الحمد لله 80% منها الحمد لله بطلت البخاخات. أخذت 12 جلسة الحمد لله، النفس أحسن. بعاني من حساسية الجيوب الأنفية بقالي 20 سنة، أخذت 12 جلسة، حسيت بنسبة تحسن كبيرة جدا. كان عندي حساسية الأول وجيوب أنفية، دلوقتي اتحسنت الحمد لله. البخاخات اللي أنا كنت باخدها قبل كده الحمد لله خلاص دلوقتي ما عدتش باخدها. كنت بشتكي من حساسية في الجيوب الأنفية وحساسية في الصدر، في تحسن كبير جدا. الاكسجين اما بيوصل كويس للحويصات الهوائيه العيان ياخد نفسه كويس، يبتدي يقوم بحياته كويس، مع ان انا بعالج له كمان الازمه المناعيه اللي بيعاني منها. وعندي التهابات في مناخيري وفي ودني، وعيني كانت بتحرقني، ودماغي كان دايما بيصدع. من سنة اول جلسه الحاجات دي راحت، وكان في وجع كده كدمه عندي صدري راحت كلها. كنت بعاني من حساسيه انف وحساسيه صدر. حاليا بعد ما اخدت الجلسات ما باخدش علاجات بقى دلوقتي خالص، ولا انف ولا صدر. حاسه الشم كنت فاقداها بقالي 15 سنه، رجعت لي الحمد لله.